السلام عليكم. في عجاله كده ان شاء الله هنتكلم دلوقتي عن شويه حاجات قالها الاستاذ مرتضى منصور في مؤتمر الاخير بتاعه. حابب ان انا اعبر عن رايي وحابب ان انا اعرف ارائكم في كومنتات. يا ريت اللي بيشوفني يدعمني بلايك وشير وسبسكرايب. لو بيشوفني على الفيسبوك تابعني على صفحتي البادج ابطال افريقيا محمد الصيفي، او على ملعب الهداف في اليوتيوب. فيلا بينا هعرض لكم شويه تفاصيل عن الكلام اللي قاله استاذ مرتضى منصور. شوية تصاريح اقسم بجلال الله ما لها حل، والله العظيم تصاريح ايه سخن نار. اوكي، فيلا بينا هنخش نتكلم في تصريحات استاذ مرتضى منصور اللي بتضحكني، هي دي اللي ضحكتني بصراحه. بيقول لك ايه؟ اللي على السوشيال ميديا دول مش جمهور الزمالك، دول سفله صفحه المختلط. لو عندهم راجل يجي ينتقدني هنا، لكن دول لو رجال دول مرتشين، دول مأجورين. وكل من ارسل رساله لعضوات مجلس الاداره عيال سفله. حسين لبيب واحمد سليمان ما نجحوش في شيء الا انهم ياجروا سفله. ده تصريح من التصريحات. تعال نخش على اللي بعده. منصور بيقول لك ايه؟ الناس بتقول لي النادي ما فيهوش فلوس، بس دورك توفر لنا فلوس. وحياة هي اللي جت في بالك دي، وحياة الغاليه. فهو انا شغال عندك؟ يعني رئيس نادي بيقول للجمهور بتاعه اللي بيطلب منه دعم، بيقول له هو انا شغال عندك؟ انت متخيل؟ طيب، وبيقول له امشي، لا مش همشي، وفي مجلس اداره محترم محدش يقدر يمشيه غير الجمعيه العموميه. يا عم ده انت متشال من اعلى حاجه في الدوله. ما علينا، بس هو ما بيهموش الكلام ده. والناس اللي بتهوهو وتنونو انا قاعد على قلبهم. ده كان تاني تصريح ليه. التصريح التالت جميل قوي بقى، جميل قوي قوي يعني. صفقات ايه اللي اعلن عنها والدنيا ضلمه كده؟ هو انا هعلن عن صفقات الاندرتيكر؟ يا نهار ازرق يا جدعان. طب بالله عليكم، بالله عليكم، نادي رئيسه بيتكلم بالمنظر ده هيكون في مركز ايه غير ان هو يبقى رابع وخامس وسادس ويخرج من بطوله افريقيا بالحصاله والكلام ده؟ انا بتكلم والله العظيم. ما بصوا، سيبوكوا ان انا اهلاوي او زملكاوي. عم انا اهلاوي، انا اهلاوي، بس انا بتكلم من نطاق ان انا كمشجع كوره. رئيس نادي بيتكلم بالمنظر ده مع الجمهور اللي بينتقده وبيقول له احنا محتاجين صفقات، حرام عليكم، فين الفلوس اللي بتيجي للنادي؟ فتعالوا بس نخلص بقيه بقيه الكلام اللي معايا ده. لسه في حاجات جايه كتير. بيقول لك ايه؟ نحن لا ناخذ عموله او سمسره لمن يقول لنا ان في اموال النادي. فين اموال النادي؟ هذا لم يحدث، والبعض يحاول التكذيب او الاتهام بالاكاذيب. طب هو الفلوس فعلا فين بتاعت امام عاشور؟ راحت فين؟ طب والشركه اللي خدت حق اعاده البيع تاني، يا ترى الزمالك ولا شركه خارجيه؟ هنشوف دلوقتي لما النادي الاهلي يجي ويدفع الفلوس. الشركه هتدفع، النادي هيدفع لمين؟ الشركه ولا نادي الزمالك؟ انا بعت امام عاشور عشان اجيب لكم مروان عطيه. مروان عطيه باع القضيه ولبس الطاقيه وراح اسماعيليه. السلام عليكم.